أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الانتفاضة العربية الكبرى والتي نطل فيها في الساعة هذه وعلى مدار هذا الأسبوع مع المفكر والمؤرخ المصري الدكتور محمد الجوادي على ملفات مصر المحلية الداخلية وعلى دور مصر الإقليمي والذي حدث عليه تغير بعد الانقلاب. في هذه اللحظات مفاوضات القاهرة يبدو أنها انهارت، تجري الأحاديث عن أدوار كثيرة لمصر في هذا الملف وخاصة في رعاية هذه المفاوضات. هذا جزء من الدور إضافة للدور الإقليمي. كل هذه الملفات سواء الداخلية أو الخارجية سنناقشها وأقلبها مع ضيفي الدكتور جوادي. مرحبا بك دكتور من جديد. أخذنا الحدث اليوم الذي يجري الآن في مصر وهو الدور المصري في رعاية المفاوضات. عقب الانقلاب ما الذي تغير في هذا الدور؟ الملف الفلسطيني دايما كان بيقوم به شخص، سواء كان هذا الشخص من النظام بمعنى انه وزير، او من النظام الموازي مدير مخابرات، او صديق للنظام والنظام الموازي، او صديق للفلسطينيين. ليه؟ لانه الفلسطينيين مش غربة عننا، الفلسطينيين والمصريين اقرب شعبين عربيين الى بعض. يعني انت لو شفت مصري وسوداني هتميز المصري من السوداني، لكن لو شفت مصري وفلسطيني مش هتميز المصري من الفلسطيني ببساطة شديدة جدا. فأقرب الشعوب العربية إلى مصر هو الشعب الفلسطيني. دي أول حاجة، نقطة ومن أول السطر. دي حسب وجهة نظرك الآن، لأنه الآن كل الإعلام المصري يغرد بعيدا عن هذا الأمر. الإعلام المصري مش بيغرد ده. شوف صوت البومة اسمه إيه، صوت البومة اسمه إيه، وقولوا على الإعلام المصري. لكن التغريد ده حاجة حلوة، تغريد العصافير أو تويتر أو كده. فأنت شوف صوت البومة وقول ده اللي بيعمله الإعلام المصري في قضية فلسطين. لكن خلينا نقول مثلا من الحكايات البسيطة حكاية الفلسطينيين. يعني في الفترة الأخيرة بعض الفلسطينيين، أنا مش عايز أدخل نفسي في الموضوع، ولكن هدخل نفسي غصب عني، ولكن هقول لك ليه دخلت نفسي في الموضوع. بعض الفلسطينيين بعد في نهاية عصر مبارك كانوا إذا انتهوا من اللقاءات الرسمية، يا دكتور أنت فين؟ أنت مش هتعشينا، ييجوا يتعشوا. ليه؟ مش لأن أنا كريم ولا لأن أنا عندي مطعم كويس أعزمهم فيه ولا حاجة، ولكن لأنهم كانوا متعودين قبل مني على مدى 20-30 سنة إن لما كانوا ييجوا مصر ويخلصوا اللقاءات الرسمية يطلبوا حد من المصريين يفضفضوا معاه فيروحوا يتعشوا عنده. فالحد اللي راح ياسر عرفات يتعشى عنده بعد ما حضر إعلان الرئيس السادات لمبادرته بالذهاب إلى القدس كان هو أستاذي الدكتور محمود محفوظ، اللي كان أستاذ الأشعة الكبير في القصر العيني ووزير الصحة. يبقى قصة ياسر عرفات إنه كان يومها في ليبيا في زيارة مفاجأة. فالزيارة المفاجأة رئيس السادات من خلال القنوات الدبلوماسية كلموا ليبيا إنه عايزين ضروري الرئيس عايز يستقبل ياسر عرفات. جاء ياسر عرفات، اتأخرت الطيارة، اتأخر انعقاد مجلس الشعب، وقف طريق صلاح سالم كله، بحيث إنه الطيارة بتاعت ياسر عرفات نزلت المطار، خرج ياسر عرفات والرئيس السادات في ذلك الوقت في مجلس الشعب خلاص هيقول خطابه. فالطريق ده ياخد 5 دقايق لو انت فضيته خالص. ركب ياسر عرفات طيارة وهو بيدخل مجلس الشعب، الرئيس السادات بيتأهب لدخول الجلسة، مفيش بقى انه هيقعد 5 دقايق معاه ولا يشرب قهوة ولا حاجة. مكانه معروف في الصف الأولاني. الرئيس السادات خطب الخطبة الشهيرة لما خطب وأنا مستعد من أجل دماء أبنائي إن أنا أروح حتى إسرائيل، حتى الكنيسة الإسرائيلي ذات نفسه. خطبة شهيرة صح. الخطبة الشهيرة سقف ياسر عرفات. بعد ما سقف ياسر عرفات انتهت الجلسة. ياسر عرفات فهم ليه الرئيس كان مستنيه وواقف على باب مجلس الشعب عشان يدخل ويبقى ياسر عرفات نفسه سماك. ياسر عرفات في النهاية مش عضو مجلس شعب. يعني اللي يحضر جلسة مجلس الشعب
اللي هي مرات رئيس الجمهورية، عشان يعطي شرعية دقيقة واحدة بس، خطاب قبل الشرعية، خلينا في عدم الشرعية، اللي عشان يحضر حد مجلس الشعب المصري، لو زوجة رئيس الجمهورية، لو بابا الأزهر أو شيخ الأزهر أيا كان، ما هو ساعات بابا الأزهر ده يبقى بابا وساعات يبقى شيخ الأزهر، شيخ الأزهر شيخ الكنيسة أو بابا الكنيسة، يعني المناصب حتى الرفيعة دي زوجة رئيس الجمهورية بيحضروا في شرفة الصحافة اللي هي شرفة الزوار، لكن ما يقعدوش في القاعة تحت. اللي بيقعد في القاعة تحت الوزراء من غير أعضاء مجلس الشعب، الوزراء أو كبار الزوار. نو 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 نو، دول يقعدوا في الشرفة فوق. ما أنا بقول لك كبار الزوار، حتى لو ده مثلا رئيس ديوان رئيس الجمهورية. يعني لو زكريا عزمي عضو مجلس الشعب يقعد تحت، لكن لو ما هوش رئيس ما هوش عضو مجلس الشعب يقعد مع الزوار فوق. يعني الوحيدين اللي مسموح لهم انهم يقعدوا تحت مع اعضاء مجلس الشعب، اللي هو القانون اللي متطور شويه في مجلس الامه الكويتي اللي وضع تشريعه السنهوري، انه الوزراء اثناء شغلهم لوظيفتهم اعضاء في البرلمان. القصه اللي هي المشهوره بتاعت حساب الاعضاء في البرلمان. فاذا ياسر عرفات حضر، قعد في الصف الاولاني مع رئيس الوزراء والرئيس قال الكلام ده. بعد ما خلص القعده دي راح فين؟ عياده الدكتور محمود محفوظ. ياسر عرفات معه السيد سعيد كمال مثلا. حضرت اللقاء؟ لا ما حضرتش اللقاء. لكن يعني انا بديك الامثله انه قد ايه، يعني انا اول ما دخلت اسمي لمجرد النموذج يعني، لكن انا بحكي لك بقى النموذج الحقيقي اللي دخل التاريخ، انه خلص الجلسه دي وراح عند الدكتور محمود محفوظ، والدكتور محمود محفوظ طلب لهم كباب، واثناء ما بياكلوا الكباب والريش قعد يفضفض. وكان السيد ياسر عرفات بقى بالمناسبه دي يعني لانه ده يوم انتصار فلسطيني، فليس هناك مانع من ان احنا نحكي عن الحاجات الممتعه او الحاجات المفرحه في فرحتنا بانتصار فلسطين وبانتصار غزه. كان السيد ياسر عرفات طريقه في اكل الكباب انه ياكل الريش، فيمسك الريشه بايده كده وياكلها بايده كده. يعني يجعل من الريشه شوكه للحمه اللي فيها ليأكل الباقي. طب دكتور، يعني الان يعني ده الايه ده، فلما تطور الامر بعد شويه فتح ده الكلام ده في عهد مبارك بقى، كان اذا اتى مطعمه المفضل هو الكبابجي في شيراتون الجزيره. يعني قصدي اقول لك الحكايات اللي انا بحكيها لك ايه، ان احنا اهل، ان احنا اهل، وانه بيتعشى، وانه ما راحش الفندق بتاعه، وانه يعني الكلام ده قبل ما يروح الفندق، هو ما يعرفش حتى كان فين الفندق اللي هينزل فيه. هل الان في مكان عشاء او مطاعم ما زالت تستضيف الفلسطينيين سواء رسميه ولا شعبيه في مصر، ام انه الوضع غير ذلك؟ يعني اذا قارنت بين هذول الحقبتين. لا انت تجاوب انت بقى، يعني هل يستطيع فلسطيني الان انه يدخل سواء من حماس او سواء من الان هم جالسين في القاهره؟ ايوه، هل يستطيعوا ان هم يقدروا يدخلوا مطعم عام؟ لا يستطيع. حالة الاستقطاب الرهيبة اللي احنا عملناها، هل يستطيعوا ان يذهبوا لعيادة الدكتور الجوادي؟ يعني يروحوا الوقت عيادتي كده حتى وانا مش موجود، يقولوا له افتح يا ابني العيادة، احنا كنا بنيجي العيادة دي، ولا افتح يا ابني البيت، احنا كنا بنيجي البيت ده. صح. طيب هنا بقى المعنى بتاع انه انت ايه، انه انت هنا انسى دور مصر، شيل كلمة مصر وحط كلمة القاهرة. ان القاهرة عاصمة العرب، يعني مش شيل مصر يعني الغي الدور المصري، لا، يعني انت دلوقتي انت بتيجي القاهرة لانها عاصمة العرب. انت بتيجي القاهرة لانك هتقابل فيها، انت عايز تقابل اللي في الخرطوم، فبدل ما تروح الخرطوم وهو يروح غزة او يروح رام الله او يروح صحيح. فانت بتتقابل في القاهرة، زي ما احنا في الاوروبيين بنقابل الاوروبيين اصدقائنا في باريس مثلا، فبنقابلهم في باريس، او زي ما بنعمل لقاء عالمي في لندن فبنقابلهم. هنا معنى في مكان بنلتقي فيه لانه كلنا متعودين عليه. طيب يعني لماذا الآن هذا المكان تغير موقفه من هذا الشعب؟ هل تغير رسميا أم نجح النظام أيضا شعبيا في حشد الناس؟ يعني لماذا كل هذا الغضب من النظام المصري من الفلسطينيين أو من المقاومة وتجاوز حماس؟ يعني هو مش غضب، هو طبعا الواحد فينا بيغير من اللي أحسن منه. يعني أنا دلوقتي أغير من الفلسطينيين. غزة شبرا أصغر من حي شبرا في مصر، يعني معلش، بس أنا أغير من الفلسطينيين لأنهم انتصروا وأنا ما انتصرتش كده. يعني الغيرة ده شعور إنساني. انتصرت في الحرب على الإرهاب كما يقول، هو يقول انتصر في حربه فين هي دي؟ فين هي؟ ما فيش انتصار ولا حاجة، ما
فيش انتصار. هو الانتصار ده معنى يدركه المنتصر ويحسه المهزوم. يعني المنتصر وهو بينتصر بيدرك المنتصر، والمهزوم يحسه ما يدركوش. الفرق بين الاثنين انه المهزوم ما هيعبرش عن طب بس دكتور، انت بدأت يعني بالدور المصري، قلت انه حقبات، لكن هو ما حقباتش ولا حاجه، هو كلها حقبات متصله. حقبات متصلة. طب فترة في سنة، فترة المرسي، يعني حتى أنصار النظام في مصر يقولوا ما اختلف الشيء، يعني لماذا كل هذا الزعل الآن من الدور المصري وهو نفسه ذاته أيام الرئيس مرسي؟ لا، هو القصة الآن تفسيري أنا مختلف عن كل تفسيرات الناس لحرب نتنياهو على غزة. حرب نتنياهو على غزة لا يقصد بها غزة، وإنما يقصد بها تأييد الانقلاب المصري. كيف يعني دخل عشان عيون الانقلاب في مصر؟ لأنهم خايفين خايفين من القوى الإقليمية القوية اللي حواليه. الإسرائيليين ولا المصريين؟ المصريين الإسرائيليين، من يوصفوا بأنهم المصريين الإسرائيليين. وماذا يمكن أن تشكل غزة من تهديد على دولة كمصر؟ يعني نموذج. يعني أنت أولادك بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليك وأولادك كويسين وبتاع وكلام من ده، وبعدين سمعت إن أنت ليك 2 3 جيران أولادهم منحرفين أي انحراف، بيشموا مثلا، بيدمنوا مثلا، فأنت كل اللي بتعمل إن أنت في الآخر بتقول له لا أنا أمشي من البيت ده. لو أنت تقدر تمشي الراجل ده يبقى كويس. فما بالك بقى إذا كان جيرانك اللي هم الفلسطينيين كويسين وعندهم عزة وغزة؟ لا، قلق طبعا إن يبقى في ناس إسلاميين. طيب دكتور، لكن يعني مصر ترعى الوساطة والكل متفق وموافق على هذا الأمر ولا أحد ينتقد الدور المصري. لا، هي مصر مش بترعى الوساطة. في فرق بين أن هي بتبحث عن وساطة، بتبحث عن دور عشان تقول ان هي عملت حاجة، وفي فرق ان انت تقول تعالي يا مصر توسط لنا. ما حدش دعا مصر الى الوساطة، هي مصر طرحت المبادرة. ما هنا المعنى بقى. يعني هل اسرائيل طلبت من مصر ان هي تتصرف؟ لا، ما طلبتش. هل الفلسطينيين طلبوا من مصر؟ لم يطلبوا. يعني انت فوجئت بان الحرب بتدور، وانه في نفس اللحظة الحرب بتدور في بيان من مصر ان هي بتعرض مبادرة واسمعوا كلامي. ده ما يبقاش بقى انه دي وساطة طلبت. يعني الوسيط ده بيطلب منه انه يبقى وسيط، لكن الحكومة المصرية ما عملتش كده. ده هي لوحدها عرضت، فاسمها مبادرة. من حقها تعمل ده، اسمها مبادرة، هي بادرت بكده. المبادر ده فيه نوع من انواع المبادرة، وفيه فرق بقى بين المبادرة والوساطة والرعاية. المبادرة والرعاية تقتضي انه المبادر والراعي يدفع من جيبه. خلاص يا سيدي، انت زعلان وهو زعلان، خلي الحكايه دي عليا. خلي الحكايه عليا، انا اللي هدفع التكلفه. زي حكايه السعوديه في لبنان، ان هي اللي دفعت تكلفه حاجات. اتفاق الطائف، الحاجات اللي زي كده. زي حكايه قطر نفسها، اتفاق الدوحه قبل كده. الحاجات اللي زي دي، الاتفاقات اللي زي دي اللي تمت بهذه الطريقه، بيبقى فيها الوسيط او المبادر بيدفع. فانت ما عملتش ده. طب ما دام انت مش مستفيد، او يعني الدور المصري او مصر ليست مستفيده من هذه المبادره وستدفع منها، لماذا قامت بها؟ يعني ما هي مش هتدفع، هي عايزه كل المساله ان السيسي يريد. هو ما شافش رئيس في حياته عن قرب الا مرسي، فهو عايز يعمل الادوار اللي عملها مرسي نفسها. ما شافش رئيس بيمارس الرئاسه الا مرسي. يعني هو ما لحقش يشوف مبارك قائد المنطقه العسكريه الشماليه في اسكندريه، فما بيشوفش العمل اليومي، وزي اي واحد لواء ما بيقراش الجورنال. فهو شاف الرئيس مرسي لما عمل الحكايه دي بعد ما الناس قالوا ان غزه هتنهزم، فغزه انطقها، فلقى ان الحكايه دي ادت للرئيس مرسي مجد، فقال لك ما نعمل حكايه زي دي. يعني هو لما شاف اللعيب جاب الجون، لما شاف ألمانيا لعبت كاس العالم والناس فرحوا بألمانيا، قال لك طب ليه ما بقاش ألمانيا؟ طيب ما هو انت عشان توصل كاس العالم لازم تفوز في دور الاربعات وفي قبل النهائي وفي الثمانيات وفي التصفيات الاولانيه. يعني في حاجات كتير جدا. طيب. يعني لازم تكون استحوذت على ثقه الطرفين، لازم يكون عندك من الثقل الدولي ما يسمح ليك بانك انت يبقى كلامك مسموع، لازم يكون عندك من الاليات الداخليه. طيب مين اللي ماسك الملف
الملف الفلسطيني دلوقتي في مصر. يعني انت انا اديك نموذج في القصه البسيطه اللي انا حكيتها لك دي. 100% ان ياسر عرفات بدل جه مصر وراح عند واحد، خلينا برضو بلاش بقى الله يرحمه الدكتور محمود محفوظ، لا نحمله اكتر مما راح عند الدكتور الجوادي يا اخي، فالناس يشوفوا كده، فما ماشي قوي بعد ما يوصل يقوم يقول له ايه؟ يا دكتور محمد ايه الاخبار؟ انت عمال تستضيف الناس اللي عندك كان ايه رايهم في المبادره؟ سواء انت بقى الرئيس السادات نفسه او الاجهزه اللي حواليه او رئيس الوزاره او كده، هيطلب بقى الدكتور محمود محفوظ يقول له الناس اللي سهروا عندك دول، يقول له ايه؟ والله ما كانوش عارف. طب وانت قلت لهم ايه؟ فيقوم الدكتور محفوظ يحكي له يقول له انا والله قلت لهم بصراحه يا سياده الرئيس، وده فعلا الدكتور محفوظ قاله لياسر عرفات، قال له والله لو الحكايه دي يا زعيم، بيكلم ياسر عرفات بقى، متوضبه كويس وعارف هو هياخد ايه ويعمل ايه، ده يبقى خلاص. الا لو هي كده بالصدفه وعشوائيه، لا ده احنا هنتعب، ده اليهود دول متعبين. فاهم انت النظريه؟ فيبقى انت هنا استضأت برؤيه مفكر مصري مثقف ممارس لمهنه عظيمه، وجوز بنت نجيب الهلالي باشا، وعنده صله بالسياسه، وحضر في 68 حاجات، وحضر في 72 حاجات، وحضر حرب اكتوبر، فعنده من الثقافه، مش ضروري انه يبقى مؤرخ كبير ولا يبقى مفكر ولا يبقى لكن عنده من الثقافه ما يستطيع انه يحكم به على الامور. فمين ماسك الملف المصري الان في مصر؟ مدير المخابرات المصريه التهامي، محمد مختار التهامي ام غيره؟ مين تاني؟ هو ده مش ماسك ملف، ده ماسك المخابرات، ما فيش. لكن اشخاص ما فيش، هم نفسهم كانوا ماسكين في الفتره الماضيه. لا يعني انا قصدي اقول لك ان ما فيش. اسامه الباز مات عليه رحمه الله، كان اخر واحد بيثقوا فيه الفلسطينيين وبيحكوا معاه. فدلوقتي انت ما عندكش حد. يعني الواحد اللي هو يفضفض دون ان يكبد مصر او يلزم مصر باقوال، ما فيش. طب بس هل الدولة يعني المصرية او الدور المصري من مصلحته ابقاء او الايصال والوصول لتهدئة الاوضاع في غزة، ام من مصلحة انفجار المنطقة؟ يعني الدور المصري ليس له مصلحة في اي شيء غير الظهور الاعلامي، غير انه يبان في الضجة الاعلامية انه موجود. أنا موجود، ليه نظرية ديكارت، أنا أتكلم أنا موجود، أنا أعلن أنا موجود، أنا موجود وخلاص. يعني إن أنا موجود وخلاص، بس يعني بحث عن وجود، بحث عن دور. ودي قصة، يعني طبعا أنا قلبي مع المصريين، يعني أنا أتمنى وأقول لك أنا بمنتهى الصراحة وبمنتهى الحب، لو أنني موجود في مصر الآن، ولو انني الوقت يجي الناس الفلسطينيين سواء اصدقائي اللي فتح او اصدقائي اللي في حماس او اصدقائي اللي في الجهاد ويجوا واكون موجود، واتمنى ان انا كنت اتشرف بان اعشيهم وندردش ونحل المشكله وكل حاجه، اتمنى. يعني انا مش ما اتمناش، اتمنى، لكن اين انت من هؤلاء الذين يتمنون؟ بس هذا دكتور تبسيط للمسألة انهم يتعشوا او انهم يجلسوا في مصر او كذا، هي ملفات سياسية. ما الملفات هتتعمل، هي الملفات يعني دقيقة واحدة بس. الملفات دي انت متصور ان الملفات دي هتتحل على حاجة غير عشاء؟ طبعا مصالح، قوة، موقف. لا يعني كويس، كل الحاجات دي كلها حتى مع امريكا كلها هتتحل ازاي؟ مش لازم ناس يقعدوا ويدردشهم ويفهمهم ويقولوا دي ممكن نفوتها ودي ممكن ما نفوتهاش ودي كده. هم يعني الان بقى لهم اكثر من اسبوعين او 3 قاعدين، لان ما فيش عشاء. فاهم قصدي؟ بيقعدوا وهم متعصبين وبيمشوا وهم متعصبين، بيقعدوا وهم متنشيين، دول قصاد دول. يعني انت عشان توصل لكامب ديفيد واتفاقيه السلام، خلينا بس عشان الناس تعرف سياسه، لانه احيانا انتم كاعلام بتوجهوا الناس الى انهم يفهموا السياسه كما لو انها حاجه ثانيه. كامب ديفيد واتفاقيه السلام وكده قعدوا 15 16 يوم مع بعض، يركبوا العجله ويقابلوا بعض، ومفيش واحد ينام لوحده. يعني بطرس غالي ومحمد ابراهيم كامل بيناموا مع بعض، بحيث ان ده يرد ده، يقول له لا انت النهارده عملت كذا وكلام من ده. يعني انت ما عندكش، ما تقدرش تضايق، لا هو بينيم الاثنين مع بعض. ليه؟ عشان يبقى فيه ديالوج حتى ما بين الوفد نفسه، ديالوج مصري وديالوج اسرائيلي، ويركبوا العجله ويتقابلوا ويبقى الستات بعيد. فاهم انت القصه؟ والتليفونات مقفوله والحاجات دي. كل الاتفاقات العالميه بتحصل كده. اتفاقات الحرب العالميه جم في مينا هاوس اوبراي في القاهره، اتقابلوا، راحوا في
وهكذا. يعني حتى الاتفاقات في نهايات الحروب والحاجات اللي زي دي، فانت بتفتكر ان المساله العشاء ده تحقير للموضوع. لا، ده بالعكس، ده مش تحقير، يعني ده انت بتعيش. اسمعني، انت بتعيش الحياه بقى بعيدا عن هذه التنشيات. ان انت بتقول له مفيش تصوير، فيقول له مفيش تصوير، يقوم مره واحد كان شخصه، فكان اذا دخل عندي العياده فيقوم ماسك الكرافات، يقوم قلعها لانه هو معاه الحرس بره، فيقوم وراميها على طول دراعه. طب يا سيدي بس ما ترميهاش بس كده، لانه من ضيقه من هذا الكرافات مضغوط، فهو يقوم راميه كده، راميه، هو شايف العياده يعني مش شايف. فاقول له، يقول لي خنقه وفلوس، ده انا ما بدفعش. هو كان راجل شيك جدا وممثل ادوار سينمائيه، فيقول لي ايه، ده انا ما بدفعش في حياتي، اكتر حاجه بدفع فيها فلوس هي. فشوف التهريج اللي انا بقوله لك ده، لا هي الحياه كده. انت كيف يمكن ليك ان انت تصل الى اتفاق اذا كنت ناوي توصل لاتفاق، لكن اذا كنت ناوي تتصور خلاص التصوير سهل. قد تكون كمان ايام رئيس السادات او قبلها كانت الاسعار مش زي اليوم، مولعه القاهره الان 70 و80% رفعوا الاسعار وكده، فاللي بده يعزم على العشاء سيدفع مرتبه كاملا قد يكون. مين قال لك ان ممكن اول راجل صاحب المطعم يجاملنا وما ياخدش فلوس؟ انت ما عندكش فكره عن المصريين. يعني انا لما بيكون حاجه زي كده يقول لك لا الفاتوره عندي انا، وسلم لي عليهم وربنا ينصرهم كتير قوي. يعني فاهم انت النظريه؟ يعني المصريين دول شعب عظيم جدا. صحيح. المصري العظيم يعني كتير جدا. انا اركب تاكسي في القاهره، فالراجل سواق التاكسي يرفض ان هو ياخد الفلوس. ليه يا سيدي؟ انت مش عربيتك، ده انت هتحاسب. يقول لي ما هو برضه صاحب العربيه لما هيعرف ان انا ما خدتش منك فلوس مش هياخد حساب. يعني فشعب عظيم جدا، وشعب كله للعروبه، وشعب كله اخلاص للعروبه، وكله اخلاص للاسلام، وكله اخلاص لفلسطين. ما تبصش للقشره البرانيه. بس انت الان مطلوب في مصر لو ركبت اي عربيه حتوصل لاقرب مغفر. لا بالعكس. مين قال؟ يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا من امرنا مخرجا. طيب دكتور، المشير السيسي او الرئيس المصري الان، هل له دور، له كلمه، له اي باور كما يقال في هذه المفاوضات؟ احكي لك شويه اسرار. تفضل. قبل انتخابات الرئاسه وقبل يبان مين مرشح ومين مرشح، كان اكتر واحد بيلف على المرشحين الاسلاميين ويقول لهم لازم تتحدوا ويبقى لكم مرشح اسلامي والا الداسين ياخدوكم، هو مدير المخابرات الحربيه عبد الفتاح السيسي. وحد القلوب، جمع القلوب. لا، هو بيظهر لهم ان هو بيدعوهم الى توحيد القلوب. يعني كل من هؤلاء اللي في السجون دلوقتي اللي ما يقدروش يقعدوا قدامك يقولوا لك الكلام ده، مر عليهم وقال لهم ما تتحدوا، ما تختاروا واحد اسلامي، انتوا عايزين يجي لنا ناس من الناس الوحشين دول العلمانيين، ما تتحدوا. بل خد بقى عندك بقى الاسرار، بل انه كان يمارس المعارف العربيه بتاعته. يعني هو يعرف مثلا واحد في السعوديه مثلا من ايام ما كان هناك، يقول له عندك نمره الاستاذ خيرت اهي، المهندس خيرت، ونمره الاستاذ فلان، ونمره الاستاذ فلان، ونمره الاستاذ عبد المنعم، ارجوك عشان خاطر مصر كلم الاثنين خليهم يتفقوا على مرشح اسلامي والا العلمانيين هياكلوهم. يعني عبد الفتاح السيسي طلب هذا الطلب في 2012 من ناس عرب سعوديين وغير سعوديين، انه طلب منهم انه يحثوا الاسلاميين على الاتحاد عشان الرئيس المصري اللي يجي يبقى اسلامي. شو مصلحته في الموضوع؟ يعني هل هو كان وزير يعني وحقق المصلحة؟ هل لماذا لا يمكن يكون وزير الا على قوائم الاسلاميين؟ لا، ما هو بيحببهم، ما هو بيوريهم ان هو طبعا اي واحد عنده فاهم انه الشعب الاسلامي الاغلبيه مع حزب الحريه والعداله، فهو بيحببهم انه بيسعى ليهم. هو فعلا امضى وثيقه لان يكون عضوا في الحريه والعداله. في حلقه ثانيه نبقى نتكلم عنها، لكن يعني هو طبعا انه هو كان مقربا ومقربا لنفسه من الحريه، لدرجه انه بقول لك هو سعى عند عبد المنعم ابو الفتوح وعند جبهات، يعني مش ضروري الشخص، يعني بس بقرب لك الصوره، ان ليه عبد المنعم لوحده وليه خيرت لوحده، ما نخليهم حاجه واحده، وليه الشيخ حازم لوحده، ما تخليكم كلكم حاجه واحده ونخليها اسمها. طب لما ما سرها تحول؟ هو قلب على الاسلاميين؟ لا، هو مش سر التحول يا استاذنا. سر التحول انت هذه الورقه قناع، فانت شفت القناع،
لكن لما الورقه نزلت كده شفت العينين. يعني ده قناع، دي نظاره، دي بتاع. فهو ده القناع ان هو كان بيسعى يقنعهم بان الاسلاميين احسن ناس في مصر. فاصبح نظاره، بقى وزير الدفاع. فلما اصبح وزير الدفاع قال لك انا العينين، انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ بقى الرئيس. بس مراحل. بس الضرر بس عشان المستمع يبقى ان القناع ده كان امام العدسات دي، والعدسات امام العيون. فلما زال القناع وظهرت النضاره ظهرت المطامع. فلما زالت النضاره ومرسي بقى في السجن ظهرت العيون. بس مش انقلاب بقى ده، وانما قناعات بنسميها احنا في المسرح القناع الاولاني هو ايه؟ القناع المنديل ده اللي هو ابيض فلا يوري ما وراءه. القناع الثاني هو شفاف وهو وزير دفاع بان نواياه. القناع الثالث هو بقى دخل بقى النني نور عينينا بقى نور ولا ايه؟ طب ما زالت الطبعه اللي موجوده دي بتاعت الصلاه موجوده في حتى قبل ان ينقلب على الاسلاميين وبعد ان شال القناع كما قلت. يعني انا في هذا لست معنيا بشيء من هذا، يعني فاهم قصدي. ولو انه عبد الفتاح مكان محمد مرسي، ولو ان محمد مرسي مكان عبد الفتاح السيسي، القصه لا تختلف. احنا بنتكلم عن مسار تاريخي. الشخوص يعني انت مثلا النهارده بتلعب دور كذا، وبكره بتلعب دور كذا. انت النهارده بتلعب دور الراجل اللي اتضحك عليه، وبكره بتلعب دور يعني لو انت عملت دي مسرحيه وعملها شكسبير بتاع عصرنا، وبقى عندك دورين، دور ماكبس والدور الثاني بتاع الامير. فمر انت كممثل كويس لازم تلعب دور ماكبس ولازم تلعب دور الامير. انت لازم تلعب دور، بل بالعكس ده انت لازم تلعب روميو وجولييت، بحيث ان انت لو زنقت وجولييت ما جاتش انت تلبس لبس جولييت وتلعب دور جولييت، لانه الثاني يقدر يلعب روميو وانت ما تقدرش فما نحن الا شخوص في مسرح الحياه. شخص اراد له الله سبحانه وتعالى العزه من حيث يريد له غيره الذل فيعتز ويصبح صاحب العزه، وشخص اراد له الله سبحانه وتعالى او كتب عليه الذل فيذل نفسه من حيث ظن نفسه اصبح عزيزا. طيب دكتور، فيعني انت في النهايه مانع. صحيح. يعني لازم تبقى فاهم دي. انا لا يعنيني انا لا يعني انا الان لست داعيه. صحيح. وانما انا اتامل بناء على ارائك. فانا بقول لك اهو انه كان عبد الفتاح السيسي بصرف النظر عن منصبه او لقبه كان اكثر الذين اقنعوا العرب بضروره ان انتوا لازم تقولوا للاسلاميين في مصر يتحدوا مرشح واحد، وبلاش هذا التشرذم، وبلاش النور يبقى كذا، وبلاش كذا وكذا من ده. كان هناك شخصان في مصر، مش هقول لك الشخص الثاني مين، كان هناك شخصان في مصر يتصلان بالمرشحين ال13 كل يوم. احدهما هو عبد الفتاح السيسي. حتى يتوحدوا في لا مش حتى يتوحدوا عشان يبقى رامي مع كله مزبط. هو مش 13، هو بيرضي ال13 اللي كلهم بيجي هو مظبط معاه. يعني كل ال13. لكن الاسلاميين ده دور قبل كده، قبل ما يبقوا 13 وقبل ما يبقوا 23. هو ظل حتى اخر لحظه على علاقه بال13. طب كما يقال قلت انه يريد ان يلعب الدور نفسه اللي لعبه محمد مرسي في 2012 لعب دور انتهى لتوقيع هدنه. مش يلعب الدور، يقطف الثمره. يعني هو عجبته الثمره. محمد مرسي لعب الماتش وتعب وخد الكاس زي ما المانيا خدت كاس العالم. فهو السيسي مش عايز يلعب، هو عايز ياخد كاس العالم من غير ما يلعب. فاهم انت النظريه؟ يعني عجبته لما سمع الناس قالوا يا سلام على رئيس المصري المنتخب، وقيمه الرئيس المصري المنتخب، وقيمه الرئيس اللي يسنده حزب، وقيمه الرئيس اللي يكون له توجه الكلام ده لما جاله في التقارير وكده قال يا سلام، وكاس العالم ده بياخد كاس اللعيب والكلام من ده. فعجبته الثمره مش عجبه الدور. هو ما عندوش استعداد هذا الدور، لان لما بقول لك الدور ده لازم تخش في ال24 وبعدين في ال16 وفي الثمانيات وفي الاربعات وفي قبل النهائي وبعدين تبقى. فهمت انت النظريه؟ فهمت صحيح. فهو ما عجبوش الدور وانما عجبته الثمره. هو عايز ياخذ ثمره كل شيء رآه جميلا. يعني هو عايز من الرئاسه الثمره، مش انه يلعب الدور. يعني انت لما تشوف جمال عبد الناصر ولا يا جماعه عبد الناصر ده معاش يوم سعيد، قل فيه ما تشاء، قل فيه ما تشاء وعارضه كما تشاء،
وخونه حتى كما تشاء، يعني اعمل فيه اللي انت عايز تعمله، لكن في النهاية عاش مهموما ومات مهموما. يعني ما تقدرش تقول ان في اليوم ده عبد الناصر كان سعيد بحاجة، لانه عاش مهموما ومات مهموما. لكن فتح السيسي ما فيش ابتسامته متران، مع انه قدم نفسه كبديل لجمال عبد الناصر. دقيقة واحدة بس، لبس نفس النظارة. استنى بس دقيقة واحدة بس. ابتسامته متران 2 متر، مع ان ثغره بوصة واحدة. يعني اي واحد فينا ثغره كل ما الفم يعني كان صغير كل ما يبقى احلى طبعا، لكن هو فمه بالكتير قوي بوصة. بوصة يعني 2 سنتيمتران ونص يعني. فمه سنتيمتران لكن ابتسامته متران. فهمت انت المسألة؟ سعادة. ليه؟ لأنه عايز يقطف الثمرة وبيحس انه بيقطفها. طب نتكلم عن، أنت تتحدث عن دلالات هذا الأمر وليس عن شكله ولا عن شخصيته. الآن هذه المبادرة لماذا لا ينجح في فرض تهدئة رغم أن يمتلك كثير من الأوراق اللي كان نفسها، أو ما الذي لا يمتلكه مما امتلكه مرسي في 2012 ونجح في الوساطة المصرية الفلسطينية؟ ده سؤال ذكي جدا. يعني هو محتاج 10 حاجات. أول حاجة الثقة، إن الناس يصدقوه. يقول لهم إن إحنا هنعمل كذا بتاع. إزاي هيصدقوه وهو بيروح يهد الأنفاق؟ إزاي هيصدقوه وهو بيقفل معبر رفح؟ إزاي هيصدقوه والقانون المصري، القضاء المصري الخاضع ليه مطلع قرار بأن حماس منظمة إرهابية؟ طبعا الأقل الضيوف اللي جايين لك دول القرار المصري بلاش يا سيدي يلغي القرار، يعلق القرار باعتبارهم ضيوفنا وجايين، انه يعلق قرار انه منظمه ارهابيه. يعني فانت كيف تقول انا النهارده هعمل صلح بين الحرامي؟ دخل الراجل عندك في البيت وانت قاعد تقول عليه الحرامي. فيخش واحد الراجل السفراجي يقول له مش ده الحرامي يا بيه؟ يقول له ايوه ما احنا بنعمل صلح بين هتعملها ازاي؟ هو فيه لياقه، فيه لباقه، ففيه حدود للتصرف. كمان من الحاجات يعني ياسر عرفات نفسه دي قصه تاريخيه. ياسر عرفات لما راح يخطب في الامم المتحده والكلام من ده كان مندوب اللي هناك الدكتور عصمت عبد المجيد، اللي هو مخضرم في هناك. هو الله يرحمه يعني صديقي، هو حكى لي القصه دي وكتبها، قلت له القصه دي لازم تتنشر ونشرها في مذكراته. فهو هناك في الامم من 71، فالقصه دي حصلت في اول الثمانينات وبتاع وكلام من ده. فالامريكان لؤمه قوي، عندهم ميكانيزمات كده، فقاموا قال لك انه ياسر عرفات هتنزل طيارته في جزيره كذا. الجزيره دي انت هتقرا الورق حاجه مخصوص، ده منزلينه في حته مخصوص، مقامه كده وبتاع، تمام، ممكن تفوت عليك وتفوت عليا، لكن الجزيره دي بتاعت بينزل فيها مهربي المخدرات اللي جايبينهم قابضين عليهم. فقال له لا. يعني شفت المقلب انت هنا بقى، الخبره الدبلوماسيه والخبره المكانيه، والواحد ده عارف نيويورك ولا مش عارف نيويورك ولا كلام من. فهو كان منزله فين؟ في الجزيره اللي بينزل فيها مهربي المخدرات اللي هو نازل فيها، اللي كشفها الدكتور عصمت يعني. اللي كشفها الدكتور عصمت. فاعترض، فامريكا على طول خلاص. ما امريكا فيها قاعده حلوه قوي. انت لما تسوق في امريكا يقول لك اصحابك الحكايه دي، لو عرفت تسرق الاشاره اسرقها، بس لو قفشوك خلاص ما تكذبش. لا ما تكذبش بقى، ما تقولش ان انت اعترف. طب الان دكتور، الامريكان هل طبعا الامريكان يعملوا الحكايه دي في تصرفاتهم. لو كان بلعها ياسر عرفات وبلعها عصمت عبد المجيد وبلعها العرب كان خلاص بقت وصمه. ده احنا ما استقبلناهوش الا في مكان اللصوص، ده احنا قابلنا عملنا الاجتماع في الاسطبل. فهمت انت النظريه؟ طيب. فهنا انت ما ينفعش ان انت تبقى في عندك ثقه في حماس الا لما تعلق قرار. طيب. انه بناء يكتب كده القضاء المصري، صح، لا. بناء على الطلب الذي تقدمت به الحكومه المصريه، مش ضروري السيسي، بناء على الطلب التي تقدمت به بان مساعي السلام على الحدود المصريه تقتضي انه هيجي نستقبل كذا، وحيث ان احنا ما بنستقبلش ارهابيين فيقتضى تعليق القرار، فيطلع ده. طيب. خاصة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعلى قوائم الانتظار المطلوبين في مطار القاهرة، يعني إذا وصل سيتم اعتقاله بناء على الطلب اللي واصل. دكتور، أشرت للموضوع الأمريكي. الأمريكان الآن هل هم يعني راضون عن أداء النظام، عن أداء السيسي في هذه فيما موضوع فلسطين أو في غيره من الملفات؟ هل هم راضين أم ساكتين أم سيتركوه حتى يقفشوه هو يعني فشل في بعض الملفات؟
الاحتمالات الثلاثه ثلاثه. الاحتمالات الثلاثه وارده، بس هو المهم في عند الامريكان هو اللي يهمهم في الموضوع ده اسرائيل عايزه ايه. اسرائيل عايزه ايه؟ هي الان اسرائيل ما انت بتسالني انا اسرائيل عايزه ايه؟ انا طبعا من الحاجات اللي بيقولوا عليها تغريدات خارج السرب، انا كنت الوحيد اللي قلت عقب الانقلاب ان الخاسر الاول والاكبر من الانقلاب هو اسرائيل. انا قلت كده، الخاسر الاكبر والانقلاب مش مصر ولا المصريين اللي هيتقتل منهم ناس كتير. كيف تعرف مصلحتهم اكثر منهم؟ ما كتبوا في الصحف تأييد لعبد الفتاح السيسي، هل تعرف مصلحه الاسرائيليين اكثر منهم؟ طبعا نفسهم؟ طبعا، لانه المؤرخ يعرف المصلحه اكثر من الناس. ايه القصه بقى؟ القصه انه اسرائيل كانت دايما الانظمه العربيه، ما هو اللي انا قلته ده ايامها الناس قالوا هو الدكتور كويس وبيفهم، بس ساعات احنا ما بنفهموش نصبر لغايه ما جت حكايه غزه ففهموا قالوا ايوه الدكتور ده كان عبقري لما قال الكلام ده. ليه؟ لانك انت اوريدي انت دلوقتي بتنافس، انا شركه جنرال الكتريك وانت شركه فيليبس، وانا كل ما اخش مناقصه كجنرال الكتريك اكسبها من فيليبس. ليه؟ لان انا عامل علاقه بالموظف اللي بيعمل عروض الاسعار في فيليبس، فبعرف انه هيقدم سعر كذا فبقدم سعر أقل. تمام. يبقى اذا جنرال الكتريك بيكسب فيليبس بحكم انه عليه عميل كويس في داخل مين؟ فيليبس، بيقول له على الاسعار فهو بيقدم اسعار اقل منها فبيكسب. خلاص، يبقى الف بيكسب ب بناء على المعلومات التي يقدمها العميل دون ان يعرف مجلس اداره الشركه المنافسه انه عندهم عميل هو اللي بيكشف ورقهم ده. طيب اذا عرف بقى، واذا جنرال الكتريك طلع على الملأ وقال زي ما انت قلت ده احنا النظام الجديد في مصر بتاعنا واحنا اللي مربيينه واحنا، طب ما انت خلاص ضيعت كل حاجه، ما عدتش هتكسب حاجه بقى، ده احنا الراجل اللي احنا بنعرف اخبار ما هو ما عادتش منافسه بقى، طب ما انت كشفت ان انت فما بقاش طابور خامس بقى، طابور اول خلاص. يعني هي عظمه الجاسوسيه انهم يرونهم من حيث لا تراه، يعني بيشوفهم هم بيشوفوك وانت مش شايفهم، فاذا انت كشفت ورقك خلاص. فده اللي حصل، انه قالوا الانظمه العربيه بقت بتاعتنا، احنا استولينا على الانظمه، خلاص اي واحد يقدر يطلع ينتصر عليهم. بس دي سنه دي سنه الحياه، سنه الحياه، انه انت تستطيع ان تنتصر اذا كان لك عميل خفي. فاذا اظهرت العميل الخفي فاول حاجه وراها ان انت هتنهزم. ليه؟ انكشفت لان انت كنت بتلعب بالورقه الخفيه. فانت دلوقتي جنرال الكتريك هيجي يقول ده انا عندي بتاع فيليبس، طب خلاص ما هنبعتش الموظف اللي هو محمد ده اللي هو هنبعت واحد تاني، هنبعت القسام بقى، فالقسام مش ايه؟ مش خاين، خلاص انتهى. بس يمكن هو اعلن عن نفسه بعد ان تمكن وعارف ان هو ماسك كل ما خلاص، ما هو ما نفعش اهو، ما هو انباع التانيين قالوا خلاص احنا مش هنقول اسرارنا للمصريين ومش هنقول اسرارنا مش هنحارب لوحدنا. فلما حاربوا لوحدهم انتصروا. ما هو اصل الانتصار في الحرب او القوة هي جمع هندسي وليس جمع حسابي. يعني انا دلوقتي لما احسب القوة هنا اللي وقع على المكان ده، في هنا 3 وهنا 5 وهنا 6 وهنا 5 تانية، دول مجموعهم 20 او 19. 3 و5 و5 و6 دول مجموعهم 19. مش كده؟ 3 و5 و5 و6 يبقى مجموعهم 19. دي القوة. لكن احنا عندنا في العلم بقى القوة دي ماشية في اي اتجاه. فلو ال3 كده وال6 كده وال5 كده وال5 كده يبقى زي ما انت شايف كده، يبقى القوة واحد بس، لان 9 في ناحية كل واحد في اتجاه و10 اللي هي زي 10 9 في الكورة. يبقى هو فاز بايه؟ بواحد. عدد الاهداف اللي اتحطت في الماتش، الاهداف التي سددت في الماتش 19، لكن الفوز كان كام؟ 1، لان 10 9. فيبقى ال 10 9 دي مجموع الاهداف بالحساب الهندسي بالقوى الميكانيكيه الهندسيه كام؟ 1. بس ايه؟ سيبني دي لازم تبان قوي. الفوز هنا بايه؟ بهدف واحد. يبقى فلان فاز في كاس العالم بايه؟ بهدف واحد. لكن عدد الاهداف اللي اترمت في الماتش ما عندوش 19، ده عنده 10 وده عنده 9. لكن عدد الاهداف اللي في الماتش كام؟ 19. فيبقى مجموع الاهداف في نهايه كاس العالم لما تجمع بقى ال 24 دوله جابوا ده مجموع الاهداف. لكن الهدف الفارق في النهايه في الماتش النهائي هو ايه؟ 10 9 10 9.
طب امتى يبقى عدد الاهداف بتاع طرف من الاطراف هو عدد الاهداف بتاع الماتش كله؟ لما يبقى 6-0 7-0 1-0 لما يبقى الطرف الثاني 0. فالشطاره بتاعتك ان انت تصفر عدوك. هنا استطاعت غزه بعزتها وبقسامها وبصواريخها وباهلها انه يصفر عدوه. فما بقاش بقى معاه ناس بيقولوا احنا ورا غزه وهم، بقت غزه بمفردها والباقي 0. صفرت الاخرين، قزمتهم لدرجه الايه الصفر اللي كانوا بيلعبوا بيها كل مره. فتحقق الانتصار. ده هو، ولذلك في كلمتين في الانجليزيه فيهم فرق كبير جدا، انت عارفهم وهتستغرب لترجمتهم. كلمك بقى دلوقتي عضو مجمع اللغه العربيه اللي بيقول لك في كلمه سبيد وكلمه فيلوسيتي. فكلمه فيلوسيتي هي السرعه وتوجهها، يعني اقول ان انا سرعتي في اتجاه كذا، يعني زائد كذا. لو انا راجع يبقى سرعتي بالنقص. فالفيلوسيتي ما تتقالش لوحدها، بتقول زائد 70 او ناقص 70، زائد 35 او ناقص 35 حسب الاتجاه. لكن السبيد السرعه لوحدها من غير اتجاه. ولذلك لما تيجي تترجمهم في العربي بقى في المعجم، تيجي عند كلمه فيلوسيتي تقول السرعه. لما تيجي عند سبيد ما هيش السرعه، وانما هي ايه؟ المقدار الكمي للسرعه، لانها سرعه بدون اتجاه. تخيل سبيد ده المقدار الكمي للسرعه بس، اللي هي قيمه السرعه بس، لكن مش باتجاهها، لان السرعه لا تحسب الا باتجاهها. كذلك في الحروب وفي الماتشات وفي الاهداف لا تحسب النتيجه الا بانه مين على مين. ما تقوليش بقى ده الماتش ده ماتش عظيم ده فيه 19 هدف، لا. طيب المهم في الماتش ايه اللي يحدد نهايته؟ الفرق بين الاهداف والوجهه ايضا، لان ايه بالظبط الوجهه يبقى فازت كذا. بقي نصف ساعه او ساعه او يمكن انتهت على نهايه التهدئه بين الفلسطينيين والاسرائيليين. القاهره تحذر، الناس يحذروا انه اذا انتهت التهدئه وعادت اسرائيل فانه غزه مقبله على دمار وجحيم وقصف. هل من بارقه امل تراها غير هذا السيناريو اللي يتوقعه كثير من الناس؟ والله زمان الراجل قال له، الشاعر قال له: زعم الفرزدق أن سيقتل المربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. لما تلاقي واحد كده قاعد يجعجع ويقول هنعمل ومقبل وكلام من ده، فأنا أقول لغزة: أبشر بطول سلامة يا غزة. بس العرب تركينها لوحدها. ما قلنا ده لو انضموا ليها هيودوها في داهية. انت ليه ما بتحمدش ربنا على النعمة؟ يعني انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بخلاصك من الذين يلعبون ضدك وهم في فريقك. بس طيب يعني انت، يعني انا عايز اسال الذين يقولون ان العرب سابوا غزه او انه فلان ساب غزه، ايا كان فلان ده، يا اخي ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى. هي بالزوفه، هي باللمه، هي بالكمه. طب بس في دور، ما هو في دور يعني مصر الآن إغلاق معبر رفح حصار، كيف سيعيش الناس هذول إذا يعني نزعناهم عن جغرافيتهم وعن منطقة لهم فيها؟ كما عاش سيدنا محمد والمسلمون في شعب أبي طالب. تعتقد مصر ستحاول إنجاح المفاوضات ولا خلاص حترفع إيدها من الليلة؟ أنت بتتكلم عن أشياء لا وجود لها على أرض الواقع. لها وجود في الإعلام لكن ليس لها وجود في الارض الواقع. ما انا بقول لك اهو، فيه عاشا عند الدكتور محفوظ؟ ما فيش. يبقى اذا ما فيش دور. يعني الدور ده لا يتحقق بالبدل ولا بالكرافات ولا يتحقق بتسريح الشعر ولا بتصفيفه ولا بالوقوف امام الميكروفونات. لازم يبقى فيه وعاء. ما فيش حد قاعد مع حد. انا بقول لك اهو، ما فيش حد قاعد مع حد وما فيش حد بيفكر نعمل ازاي. انتهى الوقت والله يا دكتور. سريعا، دكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر المصري، أشكرك يعني على هذه الحلقة والتي طبعا خصصناها لموضوع اللي ساخن الآن هو المفاوضات. نتابع في الحلقات القادمة على مدار اليومين القادمين الموضوع المصري والمآلات والتحولات معك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. هذه الساعة انتهت. سنتحول في الساعة الثانية إلى متابعة مزيد من الملفات في الملف الفلسطيني الجديد مع محللين وكتاب، وكذلك الملف السوري والجديد هناك بعد هذا الفاصل.